سابقا؟ يعني أولا دعيني أقول لك، من ورط هؤلاء الناس ومن فتح لهم أبواب المخيمات قبل بدء الأزمة هو من يتحمل المسؤولية. سوريا لا ترغب الحكومة السورية أن ترى أي من اللاجئين أو النازحين، لكن من شجع ومن قال ومن ساعد بالمال والسلاح وقدم كل شيء من أجل هذا العمل الإرهابي أعتقد أنه يتحمل. تركيا تتحمل، لو كانت تركيا دولة عقلانية، وهنا أقصد حكومة أوغلو، لسارعت إلى، ولكن نتحدث الآن سيد شريف عن، أنت تقول من فتحت لهم أبواب المخيمات، أنا أتحدث عن من لم تفتح لهم الأبواب والعالقين الآن على الحدود. لا، أنا أقول منذ بدء الأزمة وقبل بدء الأزمة فتحت تركيا المخيمات وشجعت الكثيرين. طيب وانتهت يعني الطاقة الاستيعابية الآن، ربما لا نعلم، يعني كان هذا بدافع ربما إنساني، الآن انتهى الأمر، يعني لم تعد تستطيع الدول المجاورة أن تستجيب دائما. على الإطلاق لم يكن دافعا إنسانيا، كان دافعا سياسيا ولم يكن إنسانيا. في مجمل الأحوال المنطقة، فكرة المنطقة العازلة لن تحصل على الإطلاق، لأنها لا الظروف مناسبة ولا الدول ستوافق يعني عندما يستمر تكدس هؤلاء كيف تقول إنها أمر غير وارد؟ يعني عندما يستمر تكدس الآلاف على الحدود في الداخل السوري، ما الذي يفترض أن يحدث؟ أولا أنت تعلمي أن ليست كل المناطق يوجد بها عمليات عسكرية بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة، وبالتالي فأنا أقول لك لا تتصوري أن كل من يذهب الآن يذهب تحت يعني الضرب أو القصف كما يقولون. هناك مجموعات تدفع بالآخرين نحو تهديد السلاح، بضغط السلاح وبضغط مالي، ولذلك يجب على تركيا أن تتحمل أسباب هذا اللجوء. يجب على الأطراف التي شجعت الناس على ترك بيوتها وترك كما استمعنا قبل قليل سيد شريف يعني مع عامر لافي، عندما تحدث له هذا العالق يعبر عن أسباب أنه ترك مارع، قال كنا نقصف بطائرات الميج، يعني ما الذي كان ينتظر منهم أن يفعلوه؟ اسمحي لي سيدتي، الأمر لا يتعالج بما قال فلان أو قال الآخر، الأمر يتعالج أن هناك أزمة في سوريا يجب على الجميع أن يبحث فيها عن حل، لا تهريب اللاجئين ولا الضغط عليهم للذهاب وإنشاء مشكلة إنسانية من أجل الوصول إلى مناطق كما تسمونها يعني آمنة. أنا أقول لك مناطق آمنة لن تحصل على الإطلاق، وهناك أعتقد موافقة دولية على ذلك برغم كل ما تسمعينه. طيب الآن يعني نريد منك تعقيبا على ما حدث في مدينة داريا تحديدا. سانا طبعا قالت إن القوات النظامية طهرت المدينة من فلول الجماعات الإرهابية. صور الواردة بها رضع وشيوخ ونساء، يعني نريد أن نفهم كيف أن هؤلاء من الإرهابيين. أولا أنا لا أقول هؤلاء إرهابيين، لكن اسألي من قام بقتل هؤلاء، اسألي المناطق التي تدخلها هذه المجموعات المسلحة كيف تعيش فيها فسادا، تقتل الناس، تقصف الجيش من قبل صواريخ محمولة على الكتف. وبالأمس أظهر التلفزيون السوري وكثير من التلفزيونات كيف لهذه المجموعات المسلحة لديها صواريخ محمولة وتقصف بها المناطق الثانية حتى يرد الجيش. هذه المجازر أنا أقول لك بالمطلق مسؤول عليها هؤلاء العصابات المسلحة، لأن ليس من مصلحة الجيش على الإطلاق أن يقوم بقتل أو بذبح، على الإطلاق تماما. مصلحة الجيش أن يكون إلى جانب الشعب وأن يقاتل من أجل الشعب. ماذا يفعل هؤلاء المسلحون الإرهابيون في داريا؟ شكرا لك. المناطق التي يتواجدون فيها هؤلاء المسلحون يتواجد فيها الهم ويتواجد فيها الموت، ولذلك كل طيب شكرا جزيلا. وصلت هذه الفكرة تماما. الكاتب والإعلامي شريف شحادة كان معنا من دمشق. قالت لجان التنسيق المحلية إن 44 شخصا قتلوا اليوم برصاص قوات الأمن السورية، معظمهم في دمشق وريفها ودرعا. وتواصلت الاشتباكات في أحياء مدينة حلب بين الجيشين النظامي والحر، واقتحم جيش النظام